يا أبو الصحاب، استعدادات نارية من الأهلي لكأس العالم للأندية، إصابة مفاجئة وقرار حاسم من ريبيرو، وميسي بيحذر من الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فيديو النهاردة من قناة إن سبورت معانا تغطية نارية لأخبار النادي الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، ودي أهم العناوين اللي هنتكلم عنها: تفاصيل إصابة جراديشيار وتوقيت عودته المحتمل، قرار صارم من ريبيرو تجاه لاعبي الأهلي بسبب التراخي، تحليل لهزيمة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي، وليد صلاح الدين يكشف سلبيات الأداء تحت قيادة ريبيرو، رسالة ميسي وتصريحاته اللي بتحذر من الأهلي، صفقات جديدة وظهور بن رمضان وزيزو، أزمة خط الدفاع والمخاوف قبل مواجهة إنتر ميامي، مكاسب الأهلي من مباراة باتشوكا، التناسق بين الصفقات الجديدة وعودة حمدي فتحي، تألق الشناوي واستعداده للبطولة، أول مرة الأهلي يلعب في الأمريكتين، وماذا نتوقع؟ وقبل أي حاجة انزل اهبد اللايك الجميل وتعال أحكي لك كل التفاصيل. فيديو مليان تفاصيل مهمة، فما تنساش تدوس لايك جميل للفيديو عشان نوصل ل 500 لايك، واشترك في القناة لو لسه مشتركتش، ويلا بينا ندخل على التفاصيل. إصابة جراديشيار وتوقيت عودته. اللاعب جراديشيار أحد الوجوه اللي الأهلي كان بيعول عليها في البطولة تعرض لإصابة مفاجئة خلال التدريبات. الإصابة عضلية حسب بيان الجهاز الطبي، واللاعب هيغيب ما بين 10 ل 14 يوم. الجهاز الفني بيأمن إنه يكون جاهز قبل أول مباراة ضد إنتر ميامي، لكن المسألة هتتحسم حسب استجابته للعلاج. قرار ريبيرو بمنع الخروج. خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي شاف إن في نوع من التراخي وعدم التركيز داخل المعسكر بسبب الجماهير والصوع التذكارية وكثرة خروج اللاعبين، وبالتالي قرر فرض حالة طوارئ ومنع الخروج أو التجول داخل المنتجع والدخول في معسكر مغلق تماماً لحد نهاية البطولة. ده قرار شجاع بيدل على إنه جاي يشتغل بجد. هزيمة الأهلي ضد باتشوكا. الأهلي خسر من باتشوكا المكسيكي في أول وآخر ودية قبل البطولة بركلات الترجيح 5-3 بعد ما انتهى الوقت الأصلي 1-1. تريزيجيه سجل هدف الأهلي، بس كان فيه ملاحظات كتير على الأداء وخصوصاً في الدفاع والتنظيم. وليد صلاح الدين وتحليل أداء ريبيرو. وليد صلاح الدين طلع في تصريحات نارية بعد المباراة وقال إن فكرة الخروج بالكرة من الخلف اللي حاول ريبيرو يطبقها كانت سيئة التنفيذ، وإن خط الدفاع وخاصة مصطفى العش وكريم الدبيس كانوا مهزوزين. كمان أشار إن الضغط العالي ما كانش منظم وسمح لبطل المكسيك إنه يعمل اللي هو عايزه في نص الملعب. تصريحات ميسي عن الأهلي. في تصريح مفاجئ ومثير، ميسي قال إن الأهلي فريق بيمتلك شخصية البطل، وإنه شايفه من الفرق اللي ممكن تعمل مفاجآت في البطولة، ودي شهادة من أفضل لاعب في التاريخ بتدي دفعة معنوية قوية جدا للأهلي قبل ضربة البداية. صفقات جديدة وظهور زيزو وبن رمضان. المباراة شهدت الظهور الأول للنجم محمد علي بن رمضان اللي قدم أداء ممتاز وسيطر على نص الملعب، وده بيأكد إنه صفقة ناجحة. كمان أحمد سيد زيزو شارك في الشوط الثاني وظهر عليه الحماس والتفاهم مع زملائه. التناسق ده مهم جدا في البطولات القارية. تألق الشناوي رغم الهدف اللي دخل فيه إلا إنه أنقذ الأهلي من أهداف محققة، خاصة انفراد خطير في الدقيقة 19، وده بيدل إنه مركز ومستعد للبطولة، وده شيء مهم جدا لما تلعب قدام ميسي وسواريز. الأهلي بيلعب في الأمريكتين لأول مرة، دي أول مرة الأهلي يلعب في بطولة رسمية في الأمريكتين، وده تحدي جديد على مستوى المناخ، الجمهور والضغط الجماهيري. لازم الفريق يتأقلم بسرعة على الظروف الجديدة دي، وريبيرو هيكون ليه دور مهم في ده. استعدادات الأهلي قوية والمجموعة اللي هو فيها مش سهلة، بس الفريق عنده خبرة وقدرات تؤهله إنه ينافس بقوة ويمكن يعمل مفاجآت لو تلافى الأخطاء الدفاعية وركز كويس. قولولنا في الكومنتات شايفين الأهلي يقدر يوصل لحد فين في البطولة؟ هل بن رمضان وزيزو هم صفقة الموسم؟ وإيه رأيكم في قرار ريبيرو الأخير؟ ما تنساش تهبد اللايك الجميل عشان نوصل للفيديو ده ل 500 لايك، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. شوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.